ناس والله بتجري شوف في واحد اتغفر له عشان قاعد معاهم. ايه ده الحمد لله. ف طيب خليني اختم من السريع. من الحاجات الكتير يعني اللي عايز اتكلم فيها الفترة دي هي فكرة الصحبة، لان الصحبة كنت شايف لسه بودكاست بتاع وعي كان بيتكلم في فكرة ايه الصحبة وازاي ان هي بتأثر عليك في كل حاجة. وبقالنا كتير، عارف ان احنا بقالنا كتير، وبجد يا جدعان الواحد والله يعني الفترة ديت مشغول جدا. بس والله بحاول ان انا ايه على قد ما اقدر ان انا اللي هو ايه تقدر تواظب ما بين الحاجتين، لان الواحد اللي هو المواد بص، لان الواحد يعني في الفتره بتاع رمضان دي مش بيعرف يذاكر قد كده، فبجد يعني ايه الدنيا مضغوطه شويتين. انا رايح يعني شويه مذاكره انا وواحد صاحبي، فبجد خلونا يعني ايه عايز اتكلم على الموضوع ده الاول يعني قبل ما نذاكر. بجد يعني موضوع الصحبه ده يعني هو بص حاجه مهمه جدا جدا يعني، وحابب ان انا يعني اتكلم فيها. البودكاست اللي انا شفته الوعي كان بيتكلم ان هو ايه يعني صاحبك حرفيا انت ممكن تكون هو بيشدك لكل حاجه سواء ايجابيه او سلبيه. اللي هو فكره ان انا لو انا بعمل اي حاجه فانت صاحبك بيبقى ليه جانب مؤثر عليك فيه. يعني انا مثلا عايز اعمل حاجه حلوه، ممكن يكون صاحبك اصلا هو اللي قايل لك اعمل الحاجه دي، وممكن تكون انت عايز تعمل حاجه وحشه يكون صاحبك برضه هو اللي قايل لك نفس الحاجه دي. فمين اللي فرق ان انت تعمل حاجه حلوه او حاجه وحشه؟ هو صاحبك. يعني اللي هو ايه البيئه اللي انت قاعد فيها. يعني البودكاست بيقول لك لو انت مثلا قاعد مع شله مثلا، هل انت يعني هتبقى حابب الستايل بتاعهم اللي هو انت قاعد على القهوه مفيش اي حاجه انت بتعملها، انت قاعد تتكلموا على بنات قاعدين بتزودوا الهم على نفسكم بس غير كده يعني مش بتستفاد حاجه؟ فهل انت الستايل يعني انت عايز تعيش كده طول عمرك؟ بتلاقي اوقات كتير انت اصلا مش حابب الحاجه دي، بس انت بتبقى ايه اللي هو مكسوف ان انا يعني انا مش عايز اسيب صحابي. بس الفكره ان انا يعني في حاجات كتيره قابلتني انا كشخصيا يعني اللي هو حقيقيه جدا، وفي ناس ممكن تكون يعني شايفه الفيديو دوت من صحابي يعني عارف ان هم عارفين المواقف دي. اللي هو البيئه اللي معاه حرفيا بتغيرك جدا، ممكن تخليك يعني تعليك كده وممكن تنزلك جدا جدا. فلقيت ان انت الفكره دي اصلا قريت بوست على الفيسبوك بيقول لك ايه انت لو انت رحت مثلا تشتري من عند راجل بتاع سمك، حرفيا الراجل بتاع السمك ده انت اما تروح له مش هيعرف ان هو اللي هو ريحه السمك اللي قاعد فيها غير لما انت مثلا تروح جاي واخده وموديه محل ورد بعد شويه تروح توديه سوق السمك، هيعرف الفرق. هي نفس بيقول لك نفس الفكره دي ان انت لما تبقى في بيئه انت اصلا يعتبر انت احسن واحد فيها، فانت مش عارف انت في ايه. يعني البيئه اللي انت فيها انت حاسس ان انت حلو بس انت اصلا ما رحتش البيئه الحلوه. اللي هو انت لو انت رحت بيئه نظيفه ودخلت في البيئه دي وتعرضت لها هتعرف انت كنت في ايه. يعني انت فاهم الفكره؟ هي دي فكره برضو نفس فكره، عارف فكره لما انت تعمل ذنب، لما انت تبقى غرقان في المعاصي والذنوب وكده، بقول لك انت مش تعرف ان انت غرقان في الحاجه دي غير لما تجرب الجو بتاع التوبه، ان انت ما تنتكسش، ان انت تبقى تايب. انا يعتبر كلنا منتكسين بس في المذاكره حاجه زي الفل يعني. خلونا نكمل موضوعنا. فانت فاهم الفكره؟ انت برضو يعني مش تعرف شعور التوبه او شعور ان انت تبقى قريب من ربنا غير لما انت برضو يعني تصاحب صحبه او بيئه انت موجود فيها بتوريك الحاجه دي اصلا على الحقيقه. انما يعني مشكلتنا ان احنا مش لاقيين البيئه دي. انت بتخاف ان انت بقول لك ان انت عادي انزل مثلا شوف اتعرف على ناس كتير، شوف الناس اللي يعني انت عايز تكون زيها. فاهم الفكره؟ انما ما تحطيش نفسك مع بيئه اللي هو تحدد وجهتك هي حاجه واحده بس انا مش هغيرها، انا ثابت عليها، انا مش هغير. يعني انا مش هغير الكون. بص مش فكره تغير الكون، هي فكره ان اصحابك ممكن يتريقوا عليك لما انت مثلا يلاقوك مثلا اللي هو ايه متدين شويه، فيقعدوا بقى ايه يتريقوا عليك. بيقول لك في ناس كتير يعني كاب اللي هو ايه متدينه كويس صحابها من اللي هو متريقه عليهم بقوا زيهم تاني. ما فالفكره شيل نفسك بجد من صحبتك، بجد يعني شيل نفسك من صحبتك. اللي هو مش فكره يعني تتخاصم مع حد، لا، بس انا بقعد مع كذا مثلا وعارف ان كذا ده بيقعد يجيب سيره بنات، بيقعد مثلا يسمع اغاني، بيقعد يعني حاله. انا مش عايز ابقى كده مثلا. انا حر يعني اللي هو انت فاهم الفكره؟ انا حر في نفسي يعني انا مش عايز ابقى زيك فعادي. وده يعني بص عارف اللي هو فكره ان اللي هو عارف يعني ده ممكن ما يكونش منك انت، ممكن ربنا مثلا يعني ربنا يكرمك وتلاقي مثلا عارف يعني عارف فكره الايه بتاع يهدي الله لنوره من يشاء. الفكره ديت الايه دي جميله جدا. يعني انت ممكن كنت سمعت بودكاست الشيخ امجد سمير بيقول لك عارف كان بيتكلم في الايه بيقول لك بل يمنون عليك قل لا تمنوا بل الله يمن. انا هكتب لكم الايه يعني عشان مش حافظها قوي. اللي هو فكره ان انت ربنا من عليك ان انت تتوب، ده مش منك. وربنا لو بعملك يعني
عملك ما يسويش حاجه، يعني بس هو ربنا، يعني ربنا كرمك، هو ربنا رحيم. فالفكره ديت يا اسطى حطها في دماغك قوي قوي يعني. فانا دلوقتي يعني ورايا شويه مذاكره، اللي هو ايه، بنحاول نظبط الدنيا قبل العيد، لان لو سيبنا الحاجه كده انت هتخش في الميد ترم حرفيا هتتفرم. فالواحد بيحاول يظبط الدنيا شويتين، يوازن. فبجد يعني ورانا شويه نشوف هنعمل ايه في المواد دي. فخلينا نروح نذاكر يعني شويه ونرجع نشوف هنتكلم في ايه تاني. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اكستنشن جامدة جدا يعني يا جدعان في اليوتيوب. بص انت يعني بتيجي تشغلها من هنا. بص انت بتخش مثلا على جوجل تكتب انهوك يوتيوب اكستنشن، فانت تخش هنا وهتدخل على اول موقع هتلاقي بيقول لك اد تو كروم. انت لما تضيف دي يا جماعه، بص يعني انا ضايفها هي هنا وعامل لها بن. فانت لما تضيف دي، بص يعني انت اليوتيوب بص عندك عامل ازاي، ولا في بقى اللي هو السبسكريبشن ولا اي حاجه. يعني انت ده هتدخل تبحث على الحاجه اللي انت عايزها على طول. كل ده اللي هو بيلغي لك كل الحاجات الريليتد فيديو. وبص يعني بص بيلغي لك كل حاجه، فانت تبقى داخل على طول على الحاجه اللي انت عايزها بقى، مش اللي هو ايه، مش هتقعد بقى مشغول جدا جدا وانت داخل في حاجه كتير هتشتتك. لا، انت تبقى داخل على الحاجه اللي انت عايزها هتبحث عليها على طول. فالاكستنشن دي يعني حاجه سريعه كده يعني، بس اظن يعني ان هي هتفيدكم، فحاولوا تنزلوها. انا يعني طور لسه مخلص اول تاسك يعني كان عليا. فمن اكتر بقى الحديث اللي عايز اتكلم فيها بجد هو الحديث بتاع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني بص انت متخيل ان انت دينك ذات نفسه على دين خليلك، يعني صاحبك. يعني تخيل بقى انت مصاحب صاحبك ده في كل حاجه، يعني سواء بقى يعني حرفيا كل حاجه عندك هتكون بايظه لو انت صاحبك ده بيعمل الحاجات دي بايظه. فانت فكره، انا في ناس كتير بتقعد تقول يعني انا مش هتاثر طالما صاحبي كده، انا ماليش دعوه، انا كده وناس كتير صحابي قالوا لي كده يعني. فبص يا اسطى الفكره ديت عايزك تتنحى من دماغك بجد. مفيش حاجه اسمها ان انا صاحبي مثلا هيبقى بيشرب سجاير وانا ماشي انا مش هشرب سجاير، بعد مده من الضغط عليك وان انت تقعد تجرب، يقول لك ده جرب مش عارف ايه هتشرب سجاير. انت واحد مثلا شخص صاحبك ده بيكلم بنات، انت بعد مده لو انت صاحبك ده انت بعد مده هتتاثر وهتكلم بنات. انا ضد فكره جدا ان انت تبقى مش تتاثر، دي ضدها جدا. مفيش حاجه اسمها مش هتاثر. لو انت صاحبك شاطر وبيذاكر ومش عارف ايه وبيجتهد، انت يعني بص هتحاول تقلده، بس هتقلده دي حاجه صح. فاما انت تقلده في الحاجه الصح ان انت مثلا تذاكر، ان هو انت مثلا الهمه بتاعتك تبقى قليله وكسلان ومش عارف ايه، تلاقيه هو شغال مثلا غصب عنك يعني. بص هتتحفز وتقوم تشتغل حتى لو انت تعبان ومش عارف ايه. يعني انا شايف ان ديت من اكتر الاسباب اللي هتخليك اللي هو ايه تقوم تشتغل وتجتهد على نفسك وتطور من نفسك كل يوم. فالفكرة ديت يعني بص الفكرة ديت لازم تتأكد عندك. يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعني قال الحديث ده. فأنت يعني أنت مستني إيه؟ بص يا اسطى أنا عايزك، يعني إحنا داخلين في العشرة الأواخر، فأنا عايزك تصلح من نفسك، تغير من صحبة السوء. يعني غير من نفسك يا اسطى، يعني حاول تصحح من نفسك، نظف البيئة اللي حواليك. اختار الصحبة اللي انت تشدك دنيا ودين، اختار الصحبة اللي تصلحك، اللي لما تشوفك تغلط تنصحك وتتناها وراك، مش الصحبة اللي لما تلاقيك بتغلط تزودك في الغلط. فاهم الفكرة دي؟ عايزك تأكد عليها جدا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والقلب تحرقه
مطلوع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه إن ضل قلبي. المفروض نازل اجيب اوردر كتب، بس مش عارف يعني ليه الاوردر اتأخر. ان شاء الله يعني نازل اشوف هو جه ولا لسه. انا لسه جايب الاوردر يعني بتاع الكتب معايا. طبعا يعني اول كتاب هو للدكتور عماد رشاد عثمان، احببت وغدا، هذا الكتاب الجميل. وعندنا تاني كتاب هو مليون في المية ناس كتير قريته، هو متعة أن تكون في العشرين. ده برضو في برضو كتاب الهشاشة النفسية للدكتور إسماعيل عرفة. الكتاب الرابع هو كتاب رحلتي من الشك للإيمان، هو الكتاب ده بتاع الدكتور مصطفى محمود. طبعا يعني حاجة كلكم عارفينها طبعا. البوك ماركس دي يعني كويسة برضو يعني كويس. الكتاب الخامس أنا بشجع أي حد يجيبه، هو كتاب ما لا يسع المسلم جهل. والكتاب الأخير هو كتاب قصص القرآن، وده برضو يعني كتاب جامد. فشوية الكتب دي يعني هنحاول بقى إيه نستفاد منهم بإذن الله يعني. وبجد يعني عارف إن احنا اتأخرنا في الفيديوهات جدا، بس والله يعني إيه الوقت مش مظبوط جدا يعني احنا تقريبا أنا كنت مصور فلوج في رمضان، بقيت دلوقتي في احنا بعد العيد بأسبوع. فيعني بجد الاستمرارية دي حاجة صعبة، بس ايه الواحد ده ايه مهما بص يتكسل وتكنسل حاجات بكتير، بس بتبدأ تاني. خليها عندك دايما يعني اللي هو مهما كنت متأخر، مهما كنت سايب الحاجة اللي عليك، ارجع لها تاني مهما كنت انت واصل فيها فين. يعني بالنسبة لك لما تبدأ حاجة انت بادئها اصلا شوية، افضل ما تبدأها من جديد تاني. فيعني بس مش عايز اطول عليكم، يعتبر دي نهاية الفلوج، واستنونا بقى بإذن الله في الفلوج القادم. سلام.